ممكن تكون أعقد حاجة في الدنيا هي العلاقات بين البشر، مش بس أعقد لأ، هي كمان أخطر وطبعا أصعب. وزي ما ممكن تكون سبب للسعادة والإقبال على الحياة، ساعات بتكون أهم مصادر التعاسة والألم. ممكن علاقة تطلعك سابع سما وعلاقة تنزلك سابع أرض. اللي بيبوظ ويشوه ويأذي الناس علاقة، واللي بيصلح ويغير ويعالج الناس برضو علاقة. احنا بنكبر من خلال علاقاتنا مع بعض، واللي بيفرق في صحة الناس النفسية والجسدية وطول أعمارهم وسعادتهم وقدرتهم على مقاومة الأمراض والشيخوخة هي وجود علاقات طيبة في حياتهم. علاقات فيها حب وتراحم وتفاهم، علاقات كان فيها الطرف التاني متاح وموجود في عز الأوقات الصعبة. وبالعكس، الناس اللي ما عندهمش علاقات بالشكل ده في حياتهم بتبقى أعمارهم أقصر، نسبة إصابتهم بالأمراض بتبقى أكتر، قدرتهم على تحمل الألم النفسي والجسدي بتبقى أقل، وكمان بيجيلهم الزهايمر في شيخوختهم. العلاقات الطيبة هي إكسير الحياة. هنتكلم عن أنواع وأشكال كتير من العلاقات، من أول علاقتك بنفسك لحد علاقتك بكل اللي حواليك. الكتاب ده عنك وعن اللي حواليك وعن اللي بينكم. الكتاب مش هيفرقك لأنه هيبقى حتة منك. بتحب جسمك؟ سؤال غريب مش كده؟ غالبا أول مرة حد يسألهولك، بالرغم من إنه رفيق عمرك وصاحبك من يوم ما اتولدت، وبالرغم من إنك ساكن فيه حتى من قبل ما تتولد، وبالرغم من إنه ياما شاف واستحمل معاك. قبله ولا مش قبله؟ بتهتم بيه ولا بتهمله؟ بلاش انت، خلينا فيك انتي. حاسة بيه وبوجوده؟ حاسة انه جزء منك وانك جزء منه؟ حاسة انه فخر ونعمة وجمال ولا بلاء ونقمة وعار؟ امتى اخر مرة سمعتيه؟ طب هو في علاقة بينك وبين جسمك من اصله؟ جسمك اصدق منك، يعني ممكن بكل بساطة تقول بالكلام انك مطمن، بس رجلك اللي بتتهز عمال على بطال تقول في نفس الوقت انك مليان خوف. ممكن لسانك يقول صباح الخير بس وشك المكشر بيقول صباح الشر. ممكن تدعي انك واثق جدا من نفسك، لكن هزة صوتك ورعشة ايدك تفضحك. علشان اي تواصل بينك وبين اي حد، الكلام مش بيوصل منه اكتر من 7% بس من الرسالة، والباقي كله بيوصل بالطريقة اللي اتكلمت بيها وحركة وتعبيرات جسمك وانت بتتكلم. تخيل كلامك منفصل عن جسمك، منفصل عن مشاعرك، منفصل عن أفكارك. يعني كلامك في حتة وجسمك في حتة تانية، ومشاعرك في حتة تالتة وأفكارك في حتة رابعة، وكل حاجة منهم بتقول معنى غير التاني وماشية في اتجاه غير التاني، وغالبا مش بيتقابلوا. يعني لو عايزين نكون أصحاء نفسيا، يبقى مهم اللي نفكر فيه يمشي مع اللي حاسينه، وإن اللي بنقوله بلساننا يكون هو اللي بنقوله بجسمنا. يعني تكون واحد صحيح، مش أجزاء متفرقة كل جزء فيهم شغال لوحده وعايش مع نفسه وملوش دعوة بغيره. اسأل نفسك، هو جسمك بيقول ايه وعايز يعمل ايه؟ طب هو جسمك ملك مين؟ ممكن تكتشف انك عشت طول عمرك مسلم عقد ملكية جسمك لحد تاني. ما تستغربش لما اقولك ان جسمك فيه متحف حفريات مليان تحف غالية وتماثيل قديمة ولوحات من عصور سابقة. كل مرة كنت راجع من اللعب في الشارع ورجلك مش نظيفة ومامتك وقفتك على الباب وقالت لك اوعى تدوس على السجادة، رجلك خزنت الطاقة اللي كانت فيها واحتفظت بيها لغاية النهاردة. كل مرة كنت هتمد فيها ايدك على الاكل وانت رايح زيارة مع عيلتك لحد وابوك بصلك البصة اللي نشفت ايدك مكانها، عضلات ايديك قررت تفضل فاكرة الذكرى دي لغاية دلوقت. كل مرة جيتي تلبسي الفستان وتوريه لمامتك وانت يا دوب عندك 5 سنين وقالت لك عيب ده ظهره عريان، ظهرك لسه فاكرها. وتمر الايام وتعدي السنين ونكبر، وكل حتة في جسمنا فيها ذكرى، وكل خلية فيها حكاية، وكل منطقة ليها تاريخ، وكل واحد وحظه، وكل واحد وطريقة تعبير جسمه عن ذكرياته وآلامه القديمة. اللي يجيله قولون عصبي، واللي يحصل له صداع مزمن، واللي طريقة مشيته كأنه متخشب، واللي ايده تترعش قدام الناس، اللي تكره جسمها فتهينه وتبهدله، واللي ترفضه فتسيبه يزيد في الوزن، واللي تحتقره فتبطل تاكل، واللي مش طايقاه ومش طايقة نفسها فيه فتخربشه لغاية ما ينزل دم، اللي مش شايفة جمالها واللي مش مصدقاه واللي مستكتراه على نفسها، اللي بتتكسف من جسمها واللي مش حاسة بيه واللي بتستغربه، اللي شعرها بيقع من غير أي سبب طبي واضح، اللي بيجيله حساسية جلدية من غير تفسير، واللي يحصله آلام مزمنة في كل حتة في جسمه رغم كل الفحوصات والتحاليل السليمة، واللي وشه يتملي تجاعيد قبل الأوان، وفي الآخر
اللي جسمه يقرر يخونه ويقع ويهدم نفسه بنفسه بجلطة في المخ أو بمرض من أمراض المناعة. جسمك مش بينسى، جسمك بيفتكر كل حاجة، جسمك له كيان وله وجود وله ذاكرة، جسمك له هيبة، والسبب الحقيقي في كل ده نفسي مش عضوي. الأمراض دي بتنتشر في المجتمعات اللي بيكون فيها التعبير عن الألم النفسي أو المشاعر الحقيقية مش مقبول عشان عيب أو غلط أو قلة أدب، فيضطر الجسم شخصيا يعبر عن الألم النفسي بس بلغته الخاصة. كتير قوي من الأطباء في جميع التخصصات تقريبا بيلاحظوا ظاهرة غريبة، إن العيان مش بيخف رغم صحة التشخيص والعلاج، أو مش بيبطل يشتكي رغم إنه إكلينيكيا خف. والسبب ورا ده بسيط، وهو إن الاحتياج النفسي الإنسان البسيط اللي الجسم عبر عنه بالمرض لسه ما تمش إشباعه. الاحتياج ده اسمه الاحتياج للاهتمام، احتياج إنك تتشاف، تتسمع، تلاقي حد يهتم بيك. الزوجة اللي زوجها مشغول عنها طول الوقت، شوية في شغله وشوية بيقرأ الجرايد وشوية بيشوف الأخبار، عقلها الباطن عارف كويس قوي إنه مش مسموح لها تعبر عن تذمرها وضيقها، وإلا اللي حواليها وأولهم أهلها وناسها ومجتمعها هيستنكروا ده ويطلبوا منها تحمد ربنا على اللي هي فيه. فيختار جسمها إنه يعبر عن اللي جواها بألم في كل حتة، ومشاكل في الهضم والتنفس وبذل المجهود، وصعوبات عضلية وحسية. التلميذ اللي أهله مش شايفين منه غير درجاته ونتيجته في الثانوية العامة مش هيقول لهم ارحموني أو شوفوني أنا مش نتيجتي أو حرام عليكم اختزلتوني في أرقام. جسمه هيتكلم بداله وهيجيله صداع ملوش تفسير ولا علاج، ونفضل نلف على العيادات ونعمل تحاليل ونصور أشعة وتتلخبط العلاقات وتبوظ الجوازات وتنتهي العائلات. كتير جدا من التشبيهات اللغوية في الحقيقة هي أوصاف جسمانية، بس احنا من كتر ما بنستخدمها نسينا أصلها. يعني كلمة فكرة حلوة، كلمة حلوة دي بتوصف طعم أصله حاسة التذوق، وكلمة راجل خشن الخشونة دي ملمس أصله حاسة اللمس، وكلمة صارخة الجمال كلمة صارخة دي بتوصف صوت عالي أصله حاسة السمع، وغيرهم كتير. طب وهو ايه اللي دخل الكلام ده في الموضوع؟ في الحقيقة هو ده الموضوع، هو ده كل الموضوع. الموضوع اننا نسينا الأصل وانشغلنا بالفرق. الأصل هو جسمك اللي وجوده وتعبيره سبق بكتير جدا وجود أي لغة كلامية لفظية، بس احنا نسينا جسمنا لغاية ما بعدنا عنه وبقى غريب علينا، حرمناه مننا وحرمنا نفسنا منه. تيجي نفتكره؟ طب يلا اسأل نفسك تاني، بتعامل جسمك ازاي؟ علاقتك بجسمك ايه؟ وايه الرسائل اللي وصلتك عنه؟ مرة باسم التربية، ومرة باسم المجتمع، ومرة باسم الدين. ايه الرسائل اللي بتوصلك منه؟ وايه الرسائل اللي انت بتوصلها له؟ بتسمعه؟ بتعرف تسمعه؟ بتعرف تفهم هو عايز يقول ايه؟ بيصرخ ازاي وبيبكي امتى؟ بتحس هو محتاج ايه وبتشوف قراراته واختياراته؟ قادر تستوعب حكمته؟ اوعي تكوني فاكرة انك هتخسي طول ما انت بتكرهي جسمك، اقبليه الاول وهيخس بعدها بمنتهى البساطة وبأقل مجهود ومن غير دكاترة ولا برامج دايت. بلاش تتعامل مع جسمك على انه طور في ساقية وتحمل عليه وما تسمحلوش ياخد حقه في الراحة، لانه كده هيخونك ومش هتقومله بعدها قومة. افهم جسمك واحترمه، اسمعي جسمك وحسي بيه، عاملوا أجسامكم بما تستحق لأنها تستحق. بيولوجيا كل واحد فينا فيه هرمونات ذكورة وهرمونات أنوثة بغض النظر عن نوعه. يعني الراجل بشكل طبيعي في نسبة معينة من هرمون الذكورة ونسبة تانية أقل من هرمون الأنوثة، والمرأة نفس الكلام، فيها نفس النوعين دول من الهرمونات بس بنسب مختلفة، ده على مستوى التكوين الجسدي. ومعظمنا عارف الكلام ده من أيام دراسة الأحياء في ثانوية عامة، لكن اللي ما درسناهوش مش عارفة ليه وإزاي لغاية دلوقت إن كل واحد فينا جواه على المستوى النفسي نفس التركيبة دي بالظبط. يعني نفسيا الراجل جواه رجولة وأنوثة، والمرأة جواها أنوثة ورجولة، بس بمواصفات ومعاني ووظائف نفسية مختلفة. إيه الكلام الغريب ده بقى؟ هو مش غريب، بس احنا اللي ساعات بنتجاهل أبسط الحقائق. ده احنا حتى في كلامنا اليومي بنستخدم تعبيرات زي ست ب100 راجل أو راجل مش هقول بقى انتوا عارفين. طب ايه الموضوع ان الرجولة النفسية اللي جوه حضرتك كذكر هي المسؤولة عن صفات زي الشجاعة والجدعنة والشهامة والإصرار والتحدي وهكذا، والأنوثة اللي جوه حضرتك برضو كذكر مسؤولة عن صفات الحنية والقرب والمودة والرحمة والطيبة ورقة القلب وهكذا. نفس الكلام بالنسبة لك كأنثى، الرجولة النفسية اللي جواكي هي اللي بتخليكي في بعض الأوقات والمواقف شجاعة وجدعة ومسؤولة
أنثى ومش بتيأسي وعندك استعداد تحاربي وتتحدي الكون كله علشان توصلي لهدفك. والأنوثة اللي جواكي هي اللي في مواقف تانية بتطلع منك الحنان والحب والعطف والقرب والأمومة والرقة والطيبة والسماح. بس ده طبعا بفرض ان حضرتك رجل طبيعي وحضرتك أنثى طبيعية، ساعتها بنسمي دي رجولة حقيقية ونسمي دي أنوثة حقيقية، ويكون موجود جواك وجواكي خليط متناسب من الاتنين، فتكون شجاع وفي نفس الوقت حنين، تعرف تشيل مسؤولية وفي نفس الوقت متسامح، متحدي وفي نفس الوقت قريب وودود، وانتي تكوني طيبة وفي نفس الوقت حدودك واضحة، حنينة بس شديدة عند اللزوم، رقيقة وفي نفس الوقت جدعة، عطوفة وفي نفس الوقت مش بتسيبي حقك، وهكذا. كل اللي فات ده هو الطبيعي اللي المفروض يكون عندنا كلنا بشكل تلقائي وفطري وسليم من ساعة ما بنتولد. لكن على اللي بعد لكن ندخل على الوجع بقى. تخيل معايا المشهد ده، طفل عنده 2 سنين حد من صحابه ضربه وهو بيلعب معاه، ابوه بيقوله اوعى تعيط، الرجالة مش بتعيط، البنات بس اللي بتعيط، خليك راجل، خليك خشن كده. ويتكرر المشهد ده كتير في مواقف مختلفة. بعد سنة الطفل ده ياخد قرار انه يدفن ملامح انوثته الحقيقية اللي جواه علشان وصله من ابوه انها ضعف وان الضعف مش مقبول. وبما ان الانوثة والرجولة الحقيقية مرتبطين ببعض بشكل فطري، فهو كمان هيدفن رجولته الحقيقية ويبدلها برجولة مزيفة، يعني يطلع راجل خشن قاسي بيستعرض عضلاته وقسوته وصوته العالي على خلق الله. المشهد التاني، بنت عندها 6 سنين لابسة فستان جميل وفرحانة بشعرها وجمال جسمها، تيجي الأم تقول لها ايه اللي انت لابساه ده، بلاش قلة أدب، أمال لما تكبري هتعملي ايه؟ وفي مرة تانية حد من قرايبها أو صحاب باباها أو جيرانها يمد ايده عليها بشكل حيواني. بعد شوية ومع كمية رسائل في نفس الاتجاه توصل البنت لاستنتاج بسيط، وهو ان الأنوثة عيب أو حرام أو بتجيب المشاكل أو بتجيب الكلام أو بتشجع الناس انهم يمدوا ايديهم عليها. تاخد البنت قرار داخلي تفضل عايشة بيه طول عمرها، وهو انها تدفن انوثتها الحقيقية وتعيش بأنوثة مزيفة عشان تعرف تتعايش مع اللي حواليها. نفس البنت عندها 20 سنة، قصة شعرها قصة رجالي ولابسة قميص كراهات على بنطلون شبه بنطلونات الرجالة، وعندها يقين ومعذورة فيه جدا انها لو ما عملتش كده وعاشت راجل مزيف طبعا في المجتمع ده فهي مش هتاخد حقها وهيداس عليها وهتتبهدل. مجتمعنا الجميل ومجتمعات تاني كتير قرروا من زمان انهم يرفضوا الأنوثة ويحاربوها ويشوهوها ويدفنوها، مرة باسم التربية ومرة باسم العادات والتقاليد ومرة باسم الفهم المغلوط للدين. مجتمعنا قرر يستبدل الأنوثة الحقيقية بأنوثة مزيفة، قرر يحرم نفسه من أجمل ما فيه ويشوه أروع خلقه وينتقم من نفسه في نفسه. بيخاف من المرأة، بيخاف من الأنوثة، علشان كده بيدفنها، مرعوب من وجودها وقدراتها وحيويتها، علشان كده بيموتها بالحياة، مهدد من إحساسه بالضعف قدامها، علشان كده بيستقوى ويفتري عليها، بيوصفها إنها متقلبة المزاج، رغم إن الطبيعة نفسها متقلبة المزاج وفيها ليل ونهار وصيف وشتاء. الأنوثة كمان فيها ليل ونهار وصيف وشتاء، لأن وجودها مرتبط بوجود الطبيعة وكيانها وصفاتها. بيشوه جسمها باسم الدين كذبا علشان يحرمها من مجرد إحساسها بجسمها واحتياجاته اللي بيعتبرها مش من حقها. بيفرض عليها بوصيته الغشيمة طريقة كلام وطريقة شغل وطريقة عيشة هي أقرب للعبد في حضرة السيد، علشان يتغلب على إحساسه بالخوف والضعف من مجرد وجودها وكيانها وحياتها. بيطفيها لأنه خايف يتحرق من نورها، بينهيها لأنه مرعوب من إحساسها بكرامتها، بيخنقها لأنه مش قادر يستحمل انطلاقها وحريتها. الأنوثة هي الإبداع، هي الإلهام، هي الحرية، هي الوجود والجمال والنور، هي لمعة العين ونبضة القلب وشهقة الدهشة، هي الأرض الخصبة والسماء المحتوية السترة، هي البداية والنهاية والرحلة. الأنوثة هي رحم الحياة، فيا رجالة ما تحرموش نفسكم من أنوثتكم. الكتاب جميل جدا يا جماعة، بصراحة صعب جدا نختصره، هنزلهولكم على حلقات لأن حرفيا كل كلمة فيه تدرس، وأنصحكم تقروه طبعا لو عندكم وقت.
وتقروا كل كتابات دكتور محمد طه. جربوا بس تشوفوا كتاب من كتاباته وهتلاقوا أسلوبه جميل قوي وبيعرف يوصل المعلومة بشكل واضح وبكلام مبسط بلغتنا العامية. بس تتابعوا طبعا باقي الحلقات اللي جاية. وبس كده، أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.